قال انت ما دفعت عني. انا بحب الرجال الشهم. انا حسيت ذكيه، انا حقول لكم شو ستايلها يلي بتكون هي بالبيت حتى ما يطلع صوتها كتير. باح باح اسكتي، بتقول له حاضر. بدها رجال هيك، يعني اللي بيغنجها يلي بيدلعها بتقول له لا، هي بيطلع صوتها. بدها واحد اقوى منها. باح باح بتقول له حاضر حاضر. قعدت جلس هيك بدها هي. بس هذا اللي انتبهنا منه، هذا اللي انتبهنا منه. طيب خلينا نروح ماريانا. يا حبيبي على ماريانا، حبيبتي ماريانا. اول شيء بدنا نبلش كمان سوري مش ماريانا تكلمنا عنها. بدنا نتكلم عن نيفين. خلينا نتكلم عن نيفين بس ما تزعلي. شكلك مبين عمرك 50 سنه. فايتة على البرنامج من شكلك مبين عمرك 50 سنه. يعني لا الميك اب مش لابق لك، لا عم تعرفي تلبسي، لا عم تعرفي تعملي شيء، مش ظابط معك كل شيء. بين عمرك 50 سنه. تاني شيء انت جاي على هيدا البرنامج ومفكره حالك مديرة شركه، جاي تسكتي العالم وتفسري للعالم. يعني ذكرتيني بريان عاطينك نفس الدور هو ذاته. حكي كتير ولقلقه، بس حكي كتير ولقلقه، وبدك تتدخلي بهيدا وبدك تتدخلي بهيدا، وبالله اللي عبرك حسين يا عمي. المهم يعني كلامك كله بلا طعمه، ما في شيء بنستفيد منه، ولا موضوع فيكم تستفيدوا منه، غير انه هي تشتغل وشغلة بلبنان وبمصر وبقطر. من اول ما فاتت على البرنامج ما عندها غير هذا الحديث. حسستيني انك رئيسة امريكا واجتماعاتك ما بتخلص. بدنا نروق. تاني شيء ما عم يعجبك حدا من الشباب ولو. يعني انت من اول ما اجيتي على البرنامج ما حسستيني الا انت بتسافري على مصر ولبنان ودبي وقطر. حسستيني رئيس جمهورية وحكي وبتسكتي لي هيدا وانا معجبني هيدا، وبتقعد مع حسين وبتتكبر عليه وانا زعلانه ما بدي احكي معك وزعلان. انا زعلان. نجي للسيزون 1 دخيل ربكم يا سيزون 1 دخيل الله اللي خلقكم. حنجي للسيزون 1 نحن هلا روق شوي. برنامج فاشل. هلا حجيكم جايكم لريتا كله جاي الدور، كله نيكولاو وريتا وكله جاي الدور. روق شوي. ومش معجبك الشباب. ليش انت مين قرب عليكي؟ اعطيني مين قرب عليكي، مين قرب يحكي معك؟ هلا حسين هو مجبور، ما هو على شكله شكله. حسين هلا جاي الدور على شكله شكله لقيكي وقال لك يلا. انتوا شفتوا كيف اعطاها الورده؟ هلا بنجي له لحسين، هلا بنجي له. يعني والله زهقنا. مكانك مش بالبرنامج، خليكي بتيك مي اوت. ما بعرف كيف كانوا شايفينك حلوه، بس خليكي بتيك مي اوت احسن عن جد. وجدان. وصلنا لوجدان كله قصف. يلي بيعجبه ما بيعجبه ما يكون باللايف. وجدان يلي عم بيلبسك. بدي اقول شغله هون. اوكي. يلي عم بيلبسك غبي ما بيفهم باللبس. العمى بقلبه ما عنده نظر. شو هاللبس ها؟ عم تلبسي كأنك عندي بردية. بالبردية هاي بالبيت عندي هون، اذا بفرجيكم اياها نفس اللون. بيلبسوها فستان الله اكبر. من وين جايبينه؟ من البالي. اللبس تبعهم شيء مقرف. يا عمي انت ما عندك لسان تحكي؟ ما فيك تقولي لهم انا هذا اللبس ما بلبسه؟ يا عمي شيء مقرف. يلي عم تطلعي فيه انت مقرف، مش حلو بالمره. ما بيلبق لك، يعني عم يضيع لك جمالك كله. عم بيطلعك كانك 90 كيلو، كانك 90 كيلو وزنك. شيء مقرف ما بيصير. غيري احكي معهم قولوا لهم يا خي هذا اللبس ما بيناسبني، انا مش هيك بلبس. عم تشوفوا اللبس؟ انتوا شايفين السكربينات؟ السكربينه ستي ما بتلبسها. السكربينات ستي تيتا وجده ما بيلبسوهم قسما بالله ايام الستينات. والله عيب، والله احترموا حالكم. عم بقلكم ادفعوا شويه فلوس وجيبوا لهم ماركات العمى بتاعهم الفلوس وبتضبوهم بالجيبه. تاني شغله بدي اقول لك شغله، انا يعني ما عم بفهم كيف
انت اولت امبارح علقاني مع علي وطلعتي وشتمتيه وسبيتيه لانه هو طلع اتكلم وما فهمك وما بعرف شو. العمى بظرف نص ساعه صرتوا مع بعض وبتحبوا بعض وعم تبوسوا بعض وبتعبطوا بعض. العمى شو هالحكي هيدا؟ لا 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 لا، يعني برنامج افشل من هيك برنامج بعد مش شايف. قالت مجبوره، ايوه مجبوره، جاي تعلميني اذا مجبوره ولا لا. لا انت وياها ولو 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 نص ساعه علقانين مع بعض، نص ساعه علقانين مع بعض، وهيداك بيشترك بنت من شرها، بعد شوي بيطلع لفوق بيجيبها بطق بينزل عبطها وتبويس وحضن بحبك وبتحبني، بحبك وبتحبني وما بعرف شو. والله ولو خلص البرنامج انا عرفت شو اسمه، اسمه العربده. البرنامج اسمه قسمي ونصيب العربده. وهيديك هلا تذكرت مريانا، انا نسيت شيء عن مريانا بدي اقول لها شيء. مريانا انتبهتوا شو جاي تعمل؟ جاي تبوس وتحضن وبدها تبويس وبدها شو بكي؟ شو بكي يا مريانا؟ هلا تذكرت انا انت شو بدك من يومين. قال هي مش معجبها أميمة وفارس مش عم يعبطوا بعض ويبوسوا بعض، ما عجبها، بدها تبويس. مريانا بدها تبويس. مريانا في نايت كلابات بتركيا كتير حلوين، عرفتي كيف؟ هونيك بيعملوا ستريبتيز وبيعملوا كتير شغلات، انزلي لهونيك كتير بتنبسطي. شو بيجي وليه؟ انت جاي على البرنامج ولي غبية لتبوسي؟ قال ايه ما نحن هيك. مين انتو هيك؟ من وين انتو هيك؟ انتو من وين هيك جاي تعملي لي نحن هيك؟ جاي بدها تبويس بلد، ما هي حاضره السيزون 1، عرفتوا كيف؟ فقالت لك لا لازم بالسيزون 2 نحن نعمل اكثر من السيزون 1 لحتى ناخذ مشاهدات اكثر. ولو ما بيصير يعني. وجدان، لنرجع لوجدان. اللي عملتيها الحركه مش حلوه، قللت من قيمتي كثير، وانتم بتعرفوا كلكم انه انا كان عندي وجدان رقم واحد، بطل عندي اياها رقم واحد. عيب علي اللي عملته. انزلت ما خلوا فيها شيء، ما تكلموا عنها على اساس هي ما بدها علي وما بتحبه لعلي، وانا عارف من الاول نظراتها لعلي مقتوله بعلي، ميته بعلي، وعلي ميت فيها بده اياها. بس بكره كلكم سوا حتنصدموا، بكره كلكم سوا حتنصدموا. لحظه لنشوف اذا حدا، ما حدا الحمد لله. اوكي بكره حتشوفوا كلكم سوا حتنصدموا. هذا الحب وما حب وام بحبك وما بحبك كله كذب، كله كذب، كله كذب. ويطلع حدا يكذبني واسالوها لو وجدان بس تكون لايف. ندمتي على علاقتك مع علي؟ حتقول لكم اول شيء نعم. ايه ندمتي؟ وليش تسرعتي؟ ما كلنا كنا نحبك على رزانتك وعلى شكلك الحلو، على اخذي من محتواكي انك انت رزينه، بس ما عرفتك هالقد بتنزلي دغري بكلمتين هيك 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 هيك. شالك علي هيك اخذك. ولو لا اهم شيء الجمهور قال مبسوط فيها انه هي راحت مع علي. ولو وين خلي عندك شويه كرامه. هزقك من فوق لتحت 100 مرة. قال لك علي، قال لك لو تحلمي آخر وحدة بالبرنامج ما أختارك. هيك قال لك علي. فوتوا على البرنامج وتذكروا هيك قال. ولو قال ندمت، قالت ندمت. وين ندمت بعد ما كبت الحليب؟ ندمت وين؟ خلاص راح الندم، باي باي. والله أنا زعلت عليها لأنه أنا وجدان كتير بحبها، زعلت عليها وبتكلم كلمة الحق، ما فرقاني معي. ضرب قصف اليوم للكل. مش معجبك اللايف فيك تطلع، ما تقي اسكت، انت بتسكتي. بس اتكلم مع حدا ما بيعجبه بيقول لي اطلع اسكت. انت بتسكتي انت واشكالك وبتطلعي اللايف تبعي هذا. المهم وجدان يلي عملته غلط كليا. تاني شغله انت ما لك 5 ايام تعرفي للرجال دغري تبويس. هو بعد ما باسك، انا شفتك انت اللي عم تبوسي بس حضن وبوس وبحبك وما بحب. ولو اليوم ريتا عم تساله احلى شيء اليوم، بخعها بخعه مش طبيعي. سالته يعني باسته وبتغنجوا وحب وحنان وكل شيء. سالته ريتا قالت له كيف علاقتك يعني اليوم؟ بنقول انتوا كابل؟ قال لا نحن لسه بنتعارف. اذا هيدا التبويس والعبط وكله هيدا بعد شوي حيطلعوا اوضه النوم على غرفه النوم وبس عم يتعرفوا. كيف لو صاروا كابل؟ شو كانوا عملوا؟ كانوا جابوا توم. عرفتوا كيف؟ اهم شيء انا ثقيله. وين ثقيله؟ راح الثقيله راح. اذا هيك مبلشي غلط. خلصنا عن وجدان. يلي بيعجبه كلامي بيعجبه، ما بيعجبه يصطفل. طارق انت ما عم يزبط معك شيء.
والله ولا شيء. يا خيي غير الخطة، تحرك، عمول شيء. يعني ما ضل غير البطة، ما ضل غير البطة تحبها بس ولو يعني طارق ما ضل عنده غير البطة بس البطة يحبها، يعني ما بيصير. طارق كتير حبوه بس ما عنده حظ، يعني وجدان كانت مرتبطة فيه بس بظرف ساعة انتبهوا يا جماعة، بظرف ساعة نهت علاقتها العلاقة، وهو ما كان بيعرف. يعني هو ما كان بيعرف فيها انه نهت العلاقة. شوفوا شو هالحظ الخرا، ولو ما بيصير. طارق انسان منيح محترم، ما شفت منه شيء، طيوب. يا خي كل بنت بتتمنى يكون معها طارق. وجدان نهت علاقتها بطارق بلا ما يعرف. طب هيدي اخلاق هيدي؟ طب انتم بتقبلوها كجمهور؟ انا عم بتكلم كجمهور، بتقبلوها؟ طب مش عيب؟ قولوا لي طارق اجى لعنده علي، وانا بفهم كل شاب شو قصده. قال عم يجي يقول له علي ما ليك، شوف وجدان قالت لي تعال نرجع كذا كذا، بدي اعطيك فرصه. هو عم يقول له هيك ليتركها، لحتى هو ياخذ فرصته مع وجدان. يعني واضحه جدا، اثنيناتهم كانوا حاطين عينهم على بعض، واثنيناتهم عم يتكبروا على بعض. عرفتوا كيف؟ ف يلي بده يجي مع وجدان بالغلط والصح، انا ما بيجي بالغلط والصح، انا بتكلم بالحقيقه. يلي عملته وجدان بهالثلاث حلقات فضايح 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 فضايح. فطارق كتير كويس، انا كتير بحبه لطارق، انسان كتير كتير محترم وبيعرف كيف يتصرف، بس حظ ما فيه. سامي انت جاي على البرنامج بس لحتى تقعد وتشوف هيدا شو تكلم وهيدا شو عمل، واذا عم يتصرفوا غلط انا لازم انصحهم. هيك انت عم تتصرف بس. والله مش هيك البرنامج، والله يا معلم انت مش هيك البرنامج، انت فهمان البرنامج غلط معلم. انت ملخبط اكيد. هيدا اسمه نصيب، مع انه ولا مشترك فاهم الاسمي والنصيب، ولا مشترك لهلا، ولا مشترك فاهم شو يعني اسمي ونصيب. حتى المخرج مضيع بالاسم، يعني ما بعرف. فللاسف انت مكانك مش بالبرنامج من الاول. لو اجى سعودي غيرك بكل صراحه لو اجى سعودي غيرك بغير شخصيته، يعني شخصيته كانت غير شخصيتك، كان رح ينجح وكان رح يبدع. يعني هو انا مأكد لو مع احترامي الشديد لك، لانه كل واحد عنده شخصيته، لو شخصية سعودي اجى غير انت كان ابدع. انت مشكلتك كتير تستحي وما عندك اختلاط كتير مع البنات، وما عم تعرف تحكي كتير، مع انه مريانا يعني بعد شوي عم تترجاك انه تكون معها بعلاقه، مع انه ما بعرف هي كيف طلع معها انه انت بدك اياها. مع انه شفنا نحن بالقعده بتاعت انت وياها هي عم تقول لك انا مستعده، وقل لي شو هن الاغلاط اللي بدك اياني غيرهم. يعني واضح عم تقول لك انه انا مستعده بدي اياك، ميتة عليك، بس انت ما بدك تعطيها فرصه. فانت جاي على البرنامج الغلط للاسف. وانا عارف اليوم الجمهور كله كان خايف، يعني حتى اللي قاعدين معي يلي عم يحضروا معي البرنامج اليوم عم يقولوا لي يا طلع سامي. قلت لهم يا عمي والله ما حيطلع، ما انا عارف شو حيصير، ما حيطلع. يقولوا لي لا حيطلع، صار 3 اصوات. قلت لهم والله ما حيطلع. فانا بدي اقول لكم انا كنت عارف انه سامي اليوم ما حيطلع، ولكن قربت للكل. فتتذكروا بس بدنا نقول هون شغله يلي صار، بدنا نرجع شوي صغيره لورا. يلي صار مع جينيفر وخالد بس ما طلعوا اخذوا حصانه ريتا، نفس الشيء صار اليوم. سامي اخذ حصانه ريتا، نفس الشيء. وبالبرنامج بكل البرامج يلي اسمي ونصيب هيك بيصير. فارس، بدنا نقول عن فارس والله انا كتير بحبك عن جد. انت انسان محترم، وانت انت يعني من المفضلين عندي. فارس من المفضلين عندي بالبرنامج للصراحه. بس عندك شغله مش حلوه، يعني بتحط حالك بكل شيء، يعني بتحط حالك بمواقف بكل شيء بدك تتدخل. لازم تعرف شو عم بيصير مع الكل. وانا بقول لك انت انسان كتير طيب ومحترم وجنتلمان. فارس الجنتلمان.
عن جد انسان جنتلمان كتير كتير كتير، بس عنده هالشغله الغلط الصغيره. لو ما عنده اياها صدقوني هو المفضل عندي وحيضل المفضل، بس صدقوني كان بيرفكت. هو عنده شوي صغيره، بيحب يتدخل بكل شيء، بيحب يصلح، ما بيحب المشاكل. انا انتبهت عليه. فارس انا عندي هلا بخبركم 3 اشخاص عندي اياهم نمبر 1، وفي عندي المفضل بيناتهم، ولكن فارس هو المفضل بيناتهم عندي انا. نعم، فارس هو المفضل. انسان محترم جدا، لا يستحق أميمة، لا يستحق أميمة. فارس يستحق افضل من أميمة بمليار مرة، بمليار مرة، وبكرة حتحضروا وحتشوفوا ليش عم بتكلم هيك. فارس انسان محترم جدا، شابو بالة لك، وانت انسان بيرفع لك الشابو قسما بالله، انت انسان محترم جدا جدا. حسين انت ما عم تعرف كيف، خلينا نتكلم هلا اليوم عم نتكلم عن الكل. حسين انت ما عم تعرف كيف تتكلم يعني مع البنات، وانت اكيد كنت يعني انا بحسك انت كنت شغلتك الحقيقيه لحام. عارف اللحام يعني؟ رح فسر لهم للمغرب العربي لانه ما بيعرفوا شيء يعني لحام، هن عندهم غير شيء يعني جزار. انت شغلتك يمكن كنت جاي كنت تشتغل بالجزار، عرفت كيف؟ وجابوك قالوا لك يلا ادخل ليك، تعال نحن عندنا 2800 واحد، بس لازم نختارك. انتبهوا، عندهم 2800 بس لازم يختاروا حسين، عرفتوا كيف؟ فقالوا له تعال يلا فوت على البرنامج. معلم انت شو جاي تعمل بالبرنامج؟ لا بتعرف تتكلم، ولا بتعرف تتحدث، ولا عندك شعور، ولا بتعرف تتصرف. انتوا شفتوك كيف عم يعطوها الوردة لا شو اسمها هيدي؟ نيفين. شفتوك كيف عم يعطوها الوردة؟ شو باكل يا هبلة؟ وانت هبلة؟ انت ما خصك بالبرنامج، ما خصك بالبرنامج. انت واحد قلت لك انت شغلتك جزار، وجابوك مع انه هم عندهم 2800. تاني شيء هيك بيعملوا للبنت يا غبي؟ حدا بيعمل هيك للبنت؟ شالة ولا غبي؟ لا وشوفوا قاعد بعيد عنا 10 امتار، يعمل لها هيك ليه؟ انت غبي ولا ليه ما بتعرف تتصرف مع البنت؟ ما خصك بالبرنامج. قريبا بنقول لك باي باي على البيت. خليك مع نقار الخشب، احسن. انت يا معلم ممنوع تكون بالبرنامج، مع انه في 2800. انتبهوا يا جماعه، يعني هم في 2799 قالوا له تعال انت ال 2800 بعد فوت على البرنامج. على الكذب. علي والله يا علي انت من بنت لبنت، يعني بس فسر لي كيف بظرف ساعة صرت مع وجدان. فسر لي بس، يعني احنا تكلمنا عن وجدان، هلا صار دورك مع انه انت شاب يعني، بس قل لي فسر لي كيف صرت مع وجدان بظرف ساعة وصرتوا بتحبوا بعض. هالقد كان بدك وجدان، يعني هالقد كان بدك انت وجدان، بس مع انه الايجو كان عالي. الايجو بالبرنامج عالي، كل واحد عنده الايجو تبعه عالي جدا جدا جدا. هالقد كان بدك وجدان ومش عم تقول شو كانت عامله فيك وجدان يا زلمه. يلا وصلت يلي بدك اياه، بس وجدان رح تندم. خدها مني، وجدان رح تندم للاسف. يلا ما علينا، الله يوفقك يا برو، مع انه وجدان حتندم. وما بتصور في بنت عملت علاقه مع علي، يعني كانت بعلاقه مع علي وما ندمت. هيك عم شوف انا مع احترامي الشديد لعلي، عم بتكلم عن البرنامج. انتوا بتعرفوا انه كلهم اصدقائي بالبرنامج. هيك شيء. بدنا نروح عند ادم انسان كتير 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 محترم. انا هيدا اللي امبارح شفته، بس حاتكلم اليوم. شفت شيء مش كتير حلو. شاب جميل عنده شخصيه كتير حلوه. بيذكرني بممثل سوري، انا كتير بحبه للممثل السوري كتير، وبيشبهه كتير. انسان مبين شخصيته قويه، وانا بقول
يلي راح يكون يلي راح يكون مع ادم راح تكون اما داعيت له انسان كتير جنتلمان، بس اليوم عمل حركه كتير بشعه، كتير بشعه. ولو بحياتك مش شايف واحده حاطه عم تعمل لها هيك وتلحسها، ولو شو هالقرف، شو ولو شيء مقرف اليوم اللي صار. يعني بحياتك مش شايف، بدك تبوسها؟ ما لا اعرف، ما انت الشباب هونيك ما عاش فيهم يهدوا، كله بده يجيب طوم. والبنات يا معلم فاتحين مكيفين، البنات فاتحين يا معلم قد ما بدك، قد ما بدك فاتحين، ويلا كله بده يا معلم. خيي مش يعني لا، وانا بيعجبوني هول ما اهلنا عم يحضرونا، ما فينا نعمل هيك شيء، نحن ما فينا نبوس. يعني لو نحن مش على التي في فينا نعملهم، بس لانه اهلنا في جمهور عم يحضرنا، في احترام للجمهور، ما بيصير الجمهور عم يحضرنا ما فينا نبوس حدا ونعبطه، ولو ما بيصير. لو احترموا حالكم كلكم بلا اخلاق اطلاقوا، يعني بتصرفاتكم غلط، باللي عم تعملوه غلط، يلي عم نشوفه نحن كجمهور. يا محلى السيزن 1، دخيل رب السيزن 1، دخيل قلبك يا ندى، دخيل قلبك يا جيهان، يا فرح، يا احمد، يا خالد، يا جينيفر، لك يا للكل لك يا داني، للكل دخيل ربكم. دخيل السيزن 1 وينه؟ رجعوا لنا اياه دخيل الله، والله انا بحبهم كلهم، ما بقى احكي على حدا. رجعوا لنا السيزن 1، والله ما بفتح تمي على حدا، ما بفتح تمي على حدا، بس رجعوا لي السيزن 1. كذب 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 وتمثيل اكتر من هيك ما بقى فيه. انتوا شفتوا احلى شيء بيكونوا قاعدين ما بهون شيء، بتطلع وحده لفوق بتنزل بيجيها الو انزلي اعملي لنا مشكل كبي فتني، بتنزل دغري. يعني منهم شاطرين بالتمثيل. السيزون 1 دخيل قلبهم. كنا نقول عن حسين انه منه شاطر بالتمثيل، وحياة القرآن حسين بيحطهم بجيبته صغيرة. لا حسين حبيبي، يا حسين ببوس ايدك سامحني اذا غلطت عليك انا شي مرة، حبيبي ندى ادهم كلكم سامحوني، انا بحبكم كتير، انتوا اخواتي، انتوا حبيباتي، انتوا عراسي، عراسي، ما تزعلوا مني، دخيلكم انتوا ما في احلى منكم بالبرنامج. كان وينك يا حسين؟ حسوني. علاوي احبك موت، حبيب القلب علاوي، حبيبي احمد فرح جيهان جينيفر، كلكم عراسي، كلكم بحبكم جدا 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 جدا. انا بعتذر منكم، بعتذر من ايدكم من اجريكم، سامحوني والله غلطت بحقكم، ما كنت عارف هالقد السيزون 2 حيكون بايخ. سيزون 2 حيبكينا على التمثيل، واهم شيء البنات كل وحده بتعمل للثاني هيك. نديبكم سيزون 1 على طبيعتهم، لكننا نشوف اذا مسمى بنشوفها انه مسمى، لكن مسمى بنشوفها انه مسمى. لكن الجمهور كان عامل شو بدي اقول لكم، كان عامل شو هلا ما حدا معبركم، لكن اللايفات تبعكم اللايفات تبعي بتجيب اكثر منكم، الا شخصين. اللايفات تبعي بتجيب اكثر منكم لانه ممثلين كذابين. تاني شغله بدي اقول شغله، انا قبل ما افتح للجمهور يتكلم بدي اقول شغله كتير مهمه. انا وصلني رساله وعنا شيء مسجل، يعني انا عندي كول مسجل. اذا هذا الشخص اللي عم بتكلم عنه خليه يعرف حاله، هو حيعرف حاله. في عندي كول مسجل، في تهديد لبنت، اذا بعد هيدي البنت باسمي ونصيب تتهدد انا بنشر الفويس، ما عندي مشكله. هالبنت يعني في شخص بيطلع على السوشيال ميديا ببين حاله بريء كتير بريء كتير، ما حاذكر مين هو بالمره، ما حدا يسأل ولا ممكن، ولكن عندي فويس كول مسجل لبنت عم تتهدد كذا تهديد. فإذا بعد من سيزن 2 عم بتكلم عن السيزن 2 عم بتكلم، إذا هذا الشخص حيضلوا يتكلم مع هالبنت بطريقة مش كويسة على الكول وهي بتقلي انشر، والله العظيم لا اطلع انشر
الفويس ومن صوته حتعرفوه، ححط صورته، انا ما بتفرق معي لو بدها توصل لوين ما توصل. انا ما في طاير، انا طاير، انا طاير، هيدا طاير. فهلا اكتبوا لي اسامي مثل ما بدكم انتم، حسين، طارق، علي، ما بعرف مين، سامي، دعاء، نيكولا، ما بعرف مين البنات، اكتبوا اللي بدكم اياه، ما حقول. برجع بقول اذا هيدا بعد الكول بيصير على هيدا الشخص وبيصير في تهديدات انه انا بفضح وانا بعمل وانا بسوي وانا ما بعرف شو، صدقني صدقني انا البنات ما حدا يقرب صوبون عندي، انا هيك حر، حر قسما بالله لاطلع افضح صوتك واقلب الجمهور عليك كلياته، بقلب الجمهور كله عليك، مين ما تكون، بخليهم كلهم يدعوسوك بالصرامي، مين ما تكون، مين ما تكون. خليكن رايقين يا شباب، ما حدا يتكبر على البنات، لانه اذا انتم بتجون بطريقه انه نحن شباب والعالم بتصدقنا وانتم بنات دغري ما بيصدقوكم، لا انا بقلب عليكم الامه العربيه، بقلب عليكم العالم كله، بقلبوا عليكم. فابروا احترموا حالكم، عندك مكانتك محل ما انت، خليك عندك مكانتك احسن ما احرق سلافك، مين ما تكون. انا مخ ما في، عرفتوا كيف؟ مين ما يكون، انا ما جبت سيره حدا. عليك اول بيكتبوا لي دعاء شو، ما في غير دعاء انتم بالحياه، اكيد لا، من الاول عم بخسركم اياها، ما خصها دعاء من الاول، من الاول حتى تعرفوا ما خصها. فمين ما يكون، ما بقى حدا يجي ويهدد بنات انه هي بنت حيطه واطي. انا عندي البنت حيطه عالي دائما، يلي ما عنده حدا يدافع عنه انا بدافع عنه، والجمهور معي بدافع عنه مين ما يكون. عرفتوا كيف؟ تحليلي تقريبا خلص، هذا هو تحليلي كنت طالع اتكلم فيه، برشت الكل، لانه الكل ممثلين، الكلهم كذابين، كلهم لهلا بالبرنامج كذابين. بعد في عندي نيكولا حبيبتي، شو اسمها هي، شو اسمها، ذكروني مقدمة البرنامج، والله انا ما عاش من ورا اللي عم يصير فينا. رولا، شو اسمها رولا، شو اسمها يا جماعة، ريتا 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 ريتا، عرفنا ريتا. اول مره نحن بنشوفك فايته مع مشترك، حاطه ايدك عليه وعم ترقصي معه، وعم من سيزون 1 للسيزون 2 بعمرك مش عمليتها، بعمرك مش عمليتها. بتحطي ايدك عليه ولا قال اهم شيء شو قولكم، يلا صوتوا يا بنات، مندخلوا ولا ما مندخلوا، شو ولو بعمرها مش صايره هيدي، بعمرها مش صايره. ليش؟ كيف؟ انت هون عم تشككينا بحديثنا. نرجع يعني يلي قلته انا يمكن صح، يلي بيعجبه بيعجبه، ما بيعجبه ما بيعجبه، بس تقريبا هيك عم شوف انا لهلا من اول حلقه هيك مبين، فايتي وعم تحطي ايدك عليه ويلي وشو مننقيه ولا ما مننقيه وعم نرقصه وكمشيته. احضروا الحلقه منيح، هي عم ترقص هيك عم تشده، ولو ايه. تفضلوا يا جمهور يلي بيحب يطلع معي، يلي بيحب يطلع معي. فهلا في ناس عم يقولوا لي تكلم عن سيزون 1، في حدا تكلم عن سيزون 1 اعطاها رساله لماريانا، ما بعرف شو تكلم عن ماريانا. اي دونت كير، اي دونت كير، ناس مزيفين سيزون 2، اي دونت كير. تعطيها ندى رساله ما تعطيها رساله، اي دونت كير. لانه اللي شفته انه ندى عم تقول انه هيدي فيلتنا وكذا، هي ما كانت قصدها انه هيدي فيلتنا، انه هي ملكنا، هي ما كان هيك قصدها، بس اي دونت كير. عرفتوا كيف؟ اي دونت كير. يلي بحب نيكولاس، خلينا شوي صغير نكون لبنانية كتير. برو ويت برو ويت برو، وينك ريان وير ار يو ريان، wait bro coming from Spain bro wait. خلينا نروق شوي حاجة، نضلنا نيعنا قلوة انه نحن بنحكي انجليزي. خلينا نروق، ما حدا يقول لي هدي انا هيك، انا لا مش هيك، انا بدنا نروق شوي. اللبنانية كتير جايين وهذا الايجو العالي اللبناني نحن مش هيك، انتم ما بتمثلونا انتم، نحن مش هيك.
عرفتوا كيف؟ برو نحن بنحكي عربي، بنتشرف بعربيتنا. برو واتس اب برو. لا خيي نحن مش هيك. عرفتوا كيف؟ عملتونا امريكان وفرنسويه واسبان وما بعرف شو، كل واحد بيجي لي نيعه الوى بلا ما اقول مثل شو التربيه هالخرا. نقبروا احكوا عربي، نقبروا احكوا لبناني. كل واحد بده يتكلم لي انه هو يابا بيفهم. عرفتوا كيف؟ انه انا من هول النوع اللي بفهم. هول اللبنانيه اكثر شيء اللبنانيه يلي مشاركين بالبرنامج هلا وباللي قبل، انه شوف يا برو انا بحكي انجليزي برو. فهمت علي؟ فهمت علي انت برو؟ روق شوي، روق شوي، خليكن عرب. نقبروا خليكن عرب، نقبروا ما بتفهموا الا نقبروا خليكن عرب. عرفتوا كيف؟ كلمتين على بعضها عربي ما بتعرفوا تحكوا، بتغلطوا بكلماتكم. لا واخر شيء بيقولوا لكم اوه نحن مش عم نفهم على الجزائري والمغاربي شو توينسي شو بيحكوا، نحن مش عم نفهم عليهم كثير. ما نقدر افهم على لغتك قبل ما تفهم عليهم. هن بيحكوا عربي لغتهم. عرفت كيف؟ هن بيحكوا عربي فصحى يا غبي. روح نقدر احكي لغتك مش واو او. عرفت كيف؟ مثل اللواط اوه واو اي يا برو. انه انا بحكي انجليزي تعال حسطيزي. عرفت كيف؟ حرق ديبكم على هالخرا اللي عندكم. هالايجو تبعكم اللي فوق بعمركم ما حتغيروه. فو على هيك ناس حتى توصل الفكره. مش لنيكولا عم اقول للكل كل واحد تحت باطه ما بعرف شو بقولها تنعروا للكل. انقبروا شدوا براغيكم، شدوهن واحكوا لبناني. شدوهن واحكوا عربي، مش لبناني عربي. انتوا عرب، شدوهن هول، انقبروا شدوهن. عرفتوا كيف؟ واحكوا لبناني. يا برو واتس اب برو وات يو دو برو. كلنا بنعرف نحكي انجليزي برو. ابني عمره 11 سنه بيحكي انجليزي برو وبيحطك بجيبته صغيره برو. بس اذا ما بيحكي عربي برو بزعبوا من البيت برو. انا نياو عرفت كيف؟ والله بقلبكم مأزنخكم. اوف بتطلعوا الواحد من راسه. لا وفي وقت هديك بتقول له اللي زمان مش سامعه كلمه برو. شو زمان مش سامعه كلمه برو؟ نحن وين عايشين؟ بنيويورك؟ زمان مش سامعه كلمه برو؟ خير يابا. برو اللي زمان اسمه خيي اختي. اللي زمان مش سامعه كلمه برو بتقول له. واذا كل كلمه عربي بدنا نحكيها انجليزي اما فرنساوي. هذه كل كلمه عربي ما فينا بنموت نحن. نحن شوفوا امه بتكون بلبنان، امه بتكون خلقانه بفرنسا، بيو على الخزق تبع نيويورك، الخزق تبع برج نيويورك بيو. اخته بتكون باسبانيا، خيو بيكون باليونان. فكلهم بيصيروا يحكوا، بطلوا يعرفوا يحكوا لبناني، بطلوا يعرفوا يحكوا لبناني، بيصيروا بده يحكوا لغات كامله. عرفتوا انه هو شيء كتير مهم. عرفتوا كيف؟ هذا اللبناني، بعض اللبنانيه اكيد نحن ما بيمثلونا، بعض اللبنانيه يا او يا. عرفتوا كيف؟ شدوا براغيكم، انقبروا اللي عم بقلبكم، شدوا براغيكم. يلي بيحب يطلع معي لايف اهلا وسهلا. يلا خلينا نبلش ناخد ليطلعوا. روق برو. شي بيعصب شي مقرف. يلا خلينا نبلش. خلينا ما نطول دغري، خلينا نبلش يلا ما نطول. هاي يلا